طبعا احنا في الحضارات القديمة عمرنا ما كان عندنا ادوات متطورة. عندنا بس ادوات بدائية، ادوات صغيرة، حاجات معمولة من النحاس ومن البرونز. ولما اتطورنا شوية بقى عندنا شوية حديد. للأسف الكلام ده هتسمعه من كل الأثريين، وعندهم قدر عالي من الثقة. أنا مش عارفة الحقيقة جايبينه منين. احنا ممكن فعلا نكون ملاقيناش أي ماشينز أو أي تروس أو أي نوع من أنواع الأدوات أو الآلات المتطورة اللي عندنا زيها دلوقتي. لكن ده مش معناه ان احنا ما كانش عندنا ادوات متطورة، لانه في حاجات كتيرة ممكن تكون مستخدمة زمان بس شكلها مختلف. الادوات اللي فيها او المواد اللي فيها مختلفة. احنا ممكن نشوف حاجات كتيرة كمان ما نقدرش نفهم هي بتعمل ايه. زي مثلا الهرم، لغاية دلوقتي احنا بنشوفه وبنقف قدامه وما بنبقاش فاهمين ده بيعمل ايه. وبالمثل هنلاقي حاجات كتيرة موجودة في المتاحف وفي المعابد المصرية وفي الأهرامات وفي مباني كتيرة هنبقى مش فاهمين. عدم فهمنا ده الطريق الأسهل لأن احنا نشرحه إنه نقول ما كانش فيه أدوات. زي ما احنا شايفين دلوقتي ده تابوت قاعد في المتحف المصري مركون في حتة، نادرا لما بروح ألاقي حد هناك. لكن التصور الوحيد للحاجة اللي ممكن تقطع الحتة دي هو المنشار اللي احنا شفناه في الرسمة ده. وفي كمان نوع تاني من المناشير ممكن يقطع. انا مش متأكدة اذا كان النوع ده دلوقتي ممكن ياكل مع الجرانيت ولا لأ، بس ده نوع من المناشير موجود حاليا، اللي هو بيسموه منشار صينية. اما هنا فدي احجار من البازلت موجودة ورا الهرم الكبير، ودي عملناها في حلقة قبل كده. شايفين الخطوط ازاي مستقيمة؟ انت ما تقدرش تحقق النتيجة دي عن طريق شوية تميل من النحاس او البرونز، لانه البرونز والنحاس دي حاجات طرية. لما تستخدمها مع حجر جامد شوية زي مثلا الحجر الجيري او زي الجرانيت او البازلت هتتني او هتتكسر او هتتبري. لكن دقة الخطوط اللي احنا شايفينها هنا بتقول ان احنا عندنا معدات اكبر واكثر قوة، وبتاكل في الحاجات دي. يعني اول ما تنزل بالسن بتاعها هتعمل خط مستقيم بالشكل ده. حاجات طويلة شوية فبتعمل خط واحد مش خط متقطع كل شوية يتقطع عشان طول الأداة اللي انت بتستخدمها. هنا كمان عندنا جرانيت، ودي الواجهة بتاعة جزء من الكساء بتاع هرم من كورع. هنشوف جزء خلصوه وجزء مخلصش. هو مش سؤالنا دلوقتي خلص ليه ومخلصش ليه، لكن خلينا نبص على الصقل اللي عاملينه للجرانيت. وإن كان لسه مخلصش يعني المرحلة النهائية، بس هنشوف مثلا بعض الأحجار نصها معمول لها صقل أو معمول لها مساواة مع الأحجار التانية زي ما احنا شايفين. عند الخط ده كده هنشوف ان الحجر لسه ما تسواش. فهل انا ممكن اعمل ده بحاجات بدائية زي البرونز والحاجات دي، ولا انا محتاج حاجات متطورة مناشير كبيرة، محتاج حاجات كمان ممكن تكون شبه الكهرباء؟ اما اكبر ميستري عندنا في العمارة وفي الاحجام الضخمة بتاعة الاحجار فهو السرابيوم اللي احنا وصلنا له دلوقتي. هوريكم علامات الادوات الصغيرة اللي احنا ممكن نقول ان دي ازاميل. التصوير شوية مش واضح لانه الاضاءة هناك بصراحة صعبة جدا. انا بحط صوابعي في الفتحات عشان اوريكم حجم العلامات اللي سايباها الادوات عاملة ايه. هنا ممكن نشوف علامات وممكن نقول ان دي علامات ازاميل. احنا كان عندنا 4 احجام مختلفة من الازاميل المعمولة من البرونز. في حجم قد زي الصباع كده، فالراجل بيمسك الازميل وبيدق عليه بالشاكوش فبيعمل الحتة دي لغاية اخره. بعد كده بيجيب مرة تاني يروح داقق عليه بالشاكوش لغاية اخره، وبعدين وهكذا المواضيع دي بتتكرر. اما دي بقى الصورة بتاعت الاحجام المختلفة من الازاميل والادوات البدائية اللي احنا لقيناها. ممكن المصريين القدماء يكونوا سابولنا الادوات دي عشان يقولولنا هي دي الادوات بس اللي استخدمناها كنوع من انواع الخداع، وممكن عندهم اسبابهم التانية. ده اكبر حجم من الازاميل، وده تقريبا 2 سنتي او بوصة. ده بيوصل عرض الازميل اللي هو اكبر واحد فيهم. فأنا عايزاك تتخيل إن هذا الصرح العظيم وهذا الممر الطويل اللي اكتشفنا منه تقريبا نص كيلو بس، ممكن نتخيل إن هو تم حفره عن طريق الأزاميل. الأحجامها مختلفة زي ما احنا شايفين، يعني الأول بنعمل بالإزميل الكبير اللي هو 2 سنتي، وبعدين نيجي بالأصغر منه، وبعدين نيجي بالأصغر منه. فأنا بعرض لكم كده جزء من الممر الكبير اللي احنا مسمينه السرابيوم. ده اللي لقيناه جزء صغير من السرابيوم الكبير، بس ده اللي توقفنا عنده. هل يا ترى بعد كل اللي احنا شفناه ده وبعد جزء صغير من العلامات اللي احنا بنشوفها في اماكن كتيرة،
حد يقولي ان احنا ما كانش عندنا ادوات متطورة؟